أكبر غلطة ممكن محاسب يعملها إنه يمشي في سكة مش شبهه وهو فاكر إن هو كده بيتقدم، فسنين بتعدي ومجهود بيتبذل وفي الآخر تكتشف إنك مش بتكبر، إنت بس بتتعب أكتر. المشكلة هنا إنك بتختار تخصصك بالسمع، فلان قال CMA مطلوبة في الخليج فتجري وراها، وفلان تاني قالك إن الضرايب حلوة وفيها فلوس كويسة فتروح لها، وفي الآخر تلاقي نفسك ماشي في طريق مش شبهك ومش عارف تكمل فيه للآخر. خد بالك من حاجة مهمة اسمها التخصص الذكي، وهي ازاي انك تقدر تختار مسارك المهني بناء على شخصيتك وميولك انت، مش على الترند ولا كلام الناس. وده لان نجاحك في المجال مش شغلانة، ده مسار، ولو ما لقيتش المسار اللي شبهك السوق هيحبسك في اقرب دور متاح وخلاص على كده. في المالية او المحاسبة انت عندك 3 مسارات رئيسية، واحد فيهم معمول لك انت تحديدا. اول مسار شريك القرار، وده مسار الناس اللي مش بتحب تبص تحت رجليها. فلو انت ليك في التخطيط والموازنات وتحب تبقى شخص اللي المدير بيسأله نعمل ايه السنة الجاية، وعندك مهارة انك تحول الارقام الجامدة لخطة واضحة تحدد بيها الشركة هتكسب منين وهتوفر فين، يبقى انت كده مكانك في الإدارة المالية. وانت هنا مش مجرد محاسب، انت محرك للبزنس. المسار التاني مسار المحلل الذكي، وده لو انت من الناس اللي عندها عين الصقر، تمسك القوائم المالية وتفكها حتة حتة، تحلل، تستنتج، تتوقع، وتحب النمذجة وتقول الشركة دي قيمتها كام النهاردة وهتبقى كام بكرة. يبقى انت كده محلل مالي بالفطرة. انت هنا مش بتقرأ ارقام، انت بتكتشف اللي ورا الارقام وبتطلع الفرص اللي محدش شايفها. المسار الثالث مسار الخبير الفني، وده لو انت بقى من الناس اللي بتحب الدقة والتفاصيل وعندك بال طويل، بتعرف تفك اشتباك الارقام مع القوانين وتفهم اللوائح والضرايب من جوه مش من بره بس، وتحب تبقى خط الدفاع الاول للشركة قدام اي جهة رقابية. يبقى انت كده في منجم ذهب، انت المرجع اللي مفيش شركة تقدر تستغنى عنه. خد بالك ان المسارات ال3 فيهم خير كتير وفرص ومستقبل، وعشان كده السؤال مش مين فيهم فلوسه اكتر او بيدفع مرتبات اعلى. السؤال الصح لازم يتسأل انت شاطر في ايه، انهي سكة فيهم هتقدر تسد فيها وتبقى فيها رقم 1. خد بالك ان النجاح الحقيقي بيحصل لما مهاراتك الشخصية تتقابل مع احتياج السوق. لكن لو اخترت تخصص لمجرد ان هو ترند او شكله حلو او فلوسه عالية او ان الناس كلها رايحاله وداخله فيه بس انت مش مستحمل تفاصيله، هتلاقي نفسك بدأت تتحول لمحاسب روتيني لا بيطور ولا بيتطور، وده اول طريق الفشل. فبلاش تبقى نسخة من حد غيرك، وخليك انت اذكى نسخة من نفسك انت. وابدأ من النهاردة اسأل نفسك انا بميل لايه، انا عايز ابقى ايه كمان 5 سنين. اجابتك على الاسئلة دي هي اللي هتحدد مستقبلك كله.